انه خرج في هدوء وبنظام وبالتزام وتقبل النتيجه تماما. لم توجد ادنى مشكله الحقيقه لا داخل الملعب وخارجه، وانتهت المباراه بالنسبه له على خير. وعايز اعيد الهدف الثاني ونوقف الصوره عندنا، لانه بتختلف الاراء هنا داخل الاستوديو التحليل. البعض بيأكد انه هدف صحيح والبعض بيقول انه في تسلل. كان كابتن جمال غندور هيحسمها، لكن احنا كمان ممكن نحسمها من خلال توقيف الصوره. كابتن اشرف، يعني بتبقى اقصى امنيات فريق بيلعب في الكاس انه يسجل هدف، فالزمالك سجل وفي الشوط الثاني وبعد 4 دقائق او 5 دقائق. برايك لماذا لم يحافظ الزمالك على هدف تقدمه، وكيف سمح لإنبي ان يعود بسرعه الى اللقاء؟ هو طبعا في اخطاء كتير وقع فيها لاعبي نادي الزمالك النهارده، واولهم اللي احنا كنا اشرنا اليه قبل المباراه. يمكن كلنا اتكلمنا في نقطه واحده وهي سيطره وسط الملعب. نعم. وده اللي نجح فيه نادي انبي بشكل كبير جدا. حتى من بدايه اللقاء يعني كلنا كنا اتفقنا ان نادي انبي هيلعب كمدافع في بدايه اللقاء، لكن وفي نفس الوقت كنا متخوفين هل هيشتغل يبتدي كده ولا هيلعب بشكل هجومي مع الزمالك. واللي عمله ان هو ابتدى بشكل هجومي، يعني ده الطبيعي بتاع كابتن مختار. واعتقد ان هو موصل للاعيبته ان عدم الخوف من بدايه اللقاء. نعم. وده اللي كان واضح عليهم. لكن طبعا انا بقول يعني قبل ما اكمل كلامي طبعا ببارك للنادي انبي، وبقول هارد لك